السلايدز دي ببساطه خالص. في حاجات تجمعها ببعض وحاجات مش مجموعه في بعضها، يعني في حاجات قريبه من الثانيه. خلينا نمسك كل التفاصيل بتاعتها. اول حاجه ان المانجر الشاطر او ان جنرال، عشان احكم عليه كمانجر، اهم مهاره عنده او خاصيه تكون موجوده فيه هي الكوميونيكيشن سكيلز. تفتكروا احنا قلناها فين قبل كده؟ يس. اول حاجه نقول عليها خصائص للمانجر او للسيلز هي كوميونيكيشن. يس، برافو عليك. اول حاجه دكتوره يكون عنده مهارات تواصل. تخيل هو يكون عنده مهارات تواصل ليه؟ هو في النص، له مدير اعلى فلازم يعرف يتواصل معاه صح، وله مدير او سوري ساب اوردنت مرؤوس تحته فلازم تتواصل معاه. في على يمينه زميل وعلى يمينه زميل اخر. في واحد في الشارع كعميل بالنسبه له حتى لو بنتكلم على الصيدليه. يس. في اوفيس بوي، ناس مديرين خارجين من بره، في اكستراز حاجات بره الشغلانه بتاعتك بتعامل معاهم مديرين وافراد. فدايما لازم يكون افضل واحسن واحد بيشتغل كوميونيكيشن. طيب باختصار الكوميونيكيشنز بالترتيب كده عشان يعني ما نخش في تفاصيل وانتوا اعلم برضو مني فيها. انا بقول مسج، حضرتك بتفسرها من خلال التشانلز معينه. يعني انا بقول لك دلوقتي بتكلم معاك، انت بتحب تتكلم مثلا بالصور فلازم استخدم صور معاك. بتحب صوتي يبقى هادي فدي ويف كوميونيكيشنز. عن طريق التليفون بتحب حد يقول لك صباح الخير فدي ويف كوميونيكيشنز. فالعميل بتاعك او مدير او سوري المرؤوس بتاعك او مديرك، الطريقه المثلى للتواصل معاك بالقناه المناسبه. حلو كده؟ فيري سمبل. اثنين، رساله واضحه. ايوه، ما تحتملش حاجتين، ودي واحده مهمه جدا في الاداره حضرتك. وده انا اي سوير ان اي جارانتي. يس اي دو جارانتي. يس. ان ما قبل الميزه دي ان انت تبقى اسرتيف في حته الكوميونيكيشنز، تقول رساله واضحه، قبلها وما بعدها فرق شاسع لاي مدير. الجمله دي يا جماعه دي هنعملها بالطريقه الفلانيه، اللي مش هيعملها يعاقب واللي يعملها هيكافئ ويرجع ورا. انما والله خلينا نشتغل مع بعض، المدير بقى الطيب اللي هناخده بعد كده في انواع المديرين، يلا بقى ونشتغل حلو، كل ده جميل ونشتغل مع بعضنا وابقى تيم ليدرز. بس انا مش محدد المسج اللي انا عاوزها منك ومتفقين عليها وهناخدها في الديليجيشنز برضو. يس، اقيم. اثنين بعد الكوميونيكيشنز، لويالتي. جمله قالوها لنا زمان الميدل مانجرز اوت اوف ريكورد كده، يا يودوا الشركه انا اسف في داهيه يرفعوها لاعلى القمم. ليه؟ شكرا. انا قاعد في بورد ميتنج او قاعد مع مديريني بناخد قرار استراتيجي، مثلا هنسرح عماله وفي كوميونيكيشن داون سايزنج. انت تاخد المسج فيها ايه؟ عمر مشوا العيال اشوف لك شغلانه. وعمر يقوم مثلا انا اسف يقوم قايل مسج غلط على الناس اللي فوق. التيم بتاع هاني اصلا بيقولوا كلام وحش عن الشركه كده الريس والراجل يا جماعه، طب انا لو منتمي لهذا المكان، الضرر اللي على كلامي او الكلام اللي هيحصل ضرر على المكان او كاورجنايزيشنز. انا كلويال هاخد الجمله بتاعت عمر دي واقول له انت عايز تمشي ليه؟ او انت مين اللي وصل لك مسج الناس هتمشي؟ هو انت عارف الناس بتمشي ليه؟ هو بناء على بيرفورمانس ابريزل، انت راجل بتشتغل كويس ما تقلقش من المشاكل. ابدا اخد ودي مع الناس واوصل لهم مسج طمانينه. ده جاي من نابع من لويالتي. او العكس، واحد جات له مسج برضه وهو لويال من فوق لتحت ان انا همشي الناس، ابدا والله افكر بقى كده ببرين ستورمنج الطريقه المثلى. حتى انا بقول لك على اسوء حاجه اللي هي الداون سايز. والله الطريقه المثلى بعمل بيرفورمانس ابريزل، والله الراجل ده يستنى، الراجل ده يمشي، الراجل ده حلو، الراجل ده وحش، الراجل ده اقيمه سيبه لي شهر، نحط انا هو اكشن بلان، نتفق على طريقه معينه في الشغل. والله لو ما نفعتش الراجل ده اخر الشهر يمشي، معلش ما ينفعش نمشي الناس النهارده، انت بقى ترفع لفوق. يس. لويالتي بقى، ما انت راجل حاجه كمانجر. عشان تبقى منتمي للمؤسسه دي لازم على الاقل تفهم معنى كلمه الانتماء، ان مش اي جمله تتقال في ميتنج قاعدين نعب. فده صفه ثانيه مهمه جدا للمانجر. ثلاثه،
بوزيتيف اتيتيود حرفيا. الصبح كده انت مبسوط، جيت مديرك قام جاي عامل ازاي؟ بقول لك إيه يا عبد الرحمن، من فضلك اعمل لي كذا، وجاي بقى ايه؟ وحضرتك دكتور احمد بعد اذنك اعمل كذا. الحته الثانيه بقى، دكتور هاني صباح الخير، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ النهارده بقى عايزين بقى نعمل شغل محترم، تعال بقى نقعد نشوف هنعمل ايه مع بعض، انت مطلوب منك كذا ومطلوب مني كذا، بس انا عايز اعتمد عليك النهارده، ده تارجت مهم النهارده يوم الخميس، ده التارجت اللي تحط فيه رقم محترم. فراجل سلوكه مع الناس بوزيتيف دايما. يوم عيل عبد عمر ايه؟ بقول لك يا عمر، انت كنت امبارح زي الزفت، مش عارف تعمل ايه النهارده، يا عم احنا واقعين اخر التارجت. بقى ده احنا مقصرين امبارح شويه صغيره، وحتت احنا عارفين احنا مقصرين فيها، عارف بقى لو عملنا النهارده بطريقه احسن هنعمل دبل تارجت. بقول لك ايه، انا معاك على الكاونتر النهارده، مش عايز بقى واحد يروح هنا، ولا عايزين نشتغل. ده يا باشا بص، بقول لك ايه، مسؤوليتك انت، انا هقعد كده ورا واشوف اتفرج عليكم بقى، مش انتوا بقى عاملين فيها رجاله ومديرين، انا يا باشا قاعد اتفرج على الرجاله بقى اللي بتقول انا شاطر ومش شاطر، اقوم راجع ورا. فين يا جماعه؟ فده اتس بوزيتيف، وسلوكه دائم هتلاقيه في كلامه وفي شخصيته، وده اتس نيجاتيف، هيرفلكت على الناس يعني 100% في يومه، على سلوكه بعد كده حتى كمدير. هيستخدم هو في الاخر هياخد منك، هيتعلم منك كمدير. وكلنا لا ننسى اول مدير كويس واول مدير وحش. يس، ان جنرال هتبقى فاكر المواقف الشخصيه قبل التارجت، النفسيه والتعامليه قبل ما يكونوا يعني شخص مدير ناجح. في الاخر جيت لعم هاني، هاني انت ناجح في الحته دي، من فضلك علم الناس. الله، ده الراجل اداني حته كده يعني انا بحبها. يا عم عمر انت بتاع ارقام، اقعد حلل البيانات كده عشان يطلع بانسايتس معينه. الراجل ده اداني حته، انا بتكلم حتى عن نفسي، كان في بعض الناس تقول لك كده، في واحد تاني يقول لك ايه، هو انتوا بتعملوا كذا، وانت بتاع محمد، انت محمد عبد الرحمن، انت مش عارف ايه، وانت راجل. كل الكلمات دي بتفرق وبتبقى في دماغك دايما. فخلي الناس اللي معاك في الشيفت او في الصيدليه يقول والله احنا كان معانا مدير كويس. ففكره ان بوزيتيف اتيتيود ده ديزاير فور ذا جوب. في فرق ما بين ان انا تكنيكال شاطر على الكاونتر، اشطر واحد او تو سي، اشطر واحد بعمل كاستمر مانجمنت، وجزء تاني ان انا باوبريت ناس. فرق السما من العمى زي ما بيقولوا، السما من الارض. ليه؟ لان مش كل واحد تكنيكال شاطر، مهندس فني صيدلي معاه بي اتش دي، ينفع يدير موظفين. الاداره دي زي ما احنا قلنا. ماشي اوكي. ماشي اتفضل. يبقى احنا كده بنأكد على جمله مهمه جدا، ان الشخص يبقى عنده حاجه اسمها ديزاير فور ذا جوب. يعني ايه؟ برافو عليك. احنا حرفيا تبقى واحد معاك الكاونتر كده واقف حريف، برافو عليك حريف. ما ينفعش مدير فني شاطر في الكوره يا باشا، بيلعب ويباصي وتكنيكال شاطر، بس تيجي تمسكه فرقه ما اعرفش. مدير كان 80% على الكاونتر، 70% يا سيدي، 60% معلومات، 80% سكيلز، اتيتيود كويس، لقيت الراجل ده كويس ينفع يدير ناس وحازم وبيشتغل ولا مع بعض. اللي تحته انا مش عايزه يكون اشطر منه تكنيكال، باي ذا واي انا مش عايز الراجل بيدير ناس ده يكون شاطر في الاو تو سي، ولا في الجنرال في الحاجات التكنيكال، ولا في قرايه الروشتات، باي ذا واي. بس الراجل عايز يدير ال10 موظفين اللي معاه، اللي منهم مساعد، اللي منهم صيدلي، اللي منهم اوفيس بوي، اللي منهم اكتر استفاده، اللي هو فكره يوتيلايز الريسورسز برضه. يبقى فكره ان انا اصلا عندي رغبه ديزاير لو تفتكر، ودي ملحه اكتر من نيدز، ان هو انا مدير. ودايما تقول لي مثلا ايه، لو انت قعدت على اكونت قلت له مثلا ايه، هاني لو احنا عايزين نرقي حد دلوقتي مدير، مثلا بتاخد اراء الناس وبتشوف الانسايتس بتاعته كمدير، بايفالويت حتى نفسه وزمايله ازاي. اقول لك والله احمد ده اشطر مني، فير، احنا كنا متفقين ان احمد ده شاطر، انا حطني في الباك اند، انا اقف لك على الكاونتر بس زود لي مرتبي شويه. اونست.
وادي له حته زياده از كونسلتنت يا سيدي في الصيدليه، بيعلمنا حتى في الاو تي سي او في الروشتات. ودي بعض الناس عاملاها، ان انا في ليفل معين هتروح حته تكنيكال تدرب بقى الناس، تعلمهم، تبقى واقف كونسلتنت في الصيدليه، استشاري حتى. وفي حته تانيه اطورك وادخلك في اورجانيزيشن تانيه او ديبارتمنتس تانيه، تريننج بقى، ماركتنج. انها مش مدير، مش هتقدر تدير الصيدليه اللي بتبيع مثلا بمليون جنيه عشان فيها هسس كتير وهسل، وانت مش بتاع الحته دي. احمد لا، مش هشتري واحد على الكاونتر عندك بس، مش عارف مشكله هنا، يلا نشتغل، يلا نروح، تعالى يا عم هنا، ايه اللي واقف عندك؟ حتى السكيلز عنده دايما مهمه. ففكره ديزاير فور جوب، لا انا يا باشا، انا هنا اساله، لا انا اشتغل مدير، انا حق واحد. ايه الكرايتيريا اللي عندك يا هاني؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه. فعنده رغبه دايما في الشغلانه. رقم اربعه، وما ادراك ما رقم اربعه. كلنا، مش عايز اقول كلنا عشان يعني يبقى الجمله واضحه. يس يس يا باشا، انا بشتغل، محدش بيشتغل غيري، انا اللي بعمل كذا واعمل كذا، واقفل الدرج يا باشا والمفتاح في جيبي، الباسورد بتاع الجهاز معايا. انت يا باشا لو كانت ما كانتش، لو كانت دامت لغيرك ما كنتش وصلت لك. ولو انت ما علمتوش انت مش هتترقى. وجمله دايما كده يقول لك ايه، طب ما هو انت لازم عشان ارقيك يا باشا الناس الباك اب اللي وراك اللي هيشيلوا وراك القصه. فطول ما انت ما بتعلمش الناس اللي معاك مش هترقى على المستوى الشخصي حتى. طب هيتعلموا منين؟ جرب. فالتجربه جايه منين؟ فوضى. شكرا. انت يا ابني بتعرف تعمل تحليل بيانات؟ اه. اجرب، تعال امسك الشيت ده اهو، طلع لي مني اون سايتس معين. انت يا ابني بتعرف سوشيال ميديا بلاتفورمز، تعرف تشتغل على الصفحه بتاع الصيدليه؟ اه. هديك ادمنز وورينا كده هتعمل ايه. قابل دول جيت. طبعا مش فكره تورينا كده، هي فيها تفاصيل، وفكره بنخش على التفاصيل بنعمل ايه والكلام ده كله. بس واحده من الحاجات المهمه ان انت عندك قدره على التفويض. انا بعرف، ممكن هناخدها برضو ازاي اعمل ديليجيشنز. وفكره الديليجيشن او التفويض، دكتور محمد بيه محمود، فكره التفويض دي ما بتجيش من يوم وليله. واشطر مدير هو اللي بيشتغل باهدافه من خلال الاخرين. يعني راجل والله انا قلت لك عندي 5 تاسكات، ما عملش ولا واحد فيهم. حرفيا ما عملش واحد فيهم، ولا واحد. لان انا ما بديش اجيب جول ككوتش. انت يا عم هاني مطلوب منك توزع لي التارجت على الناس قدامك 6 ساعات، 3 ساعات، روح كده اشيك الدهون. جه هاني الدهون. قلت له احمد من فضلك شوف لي الستوك اللي عندي، اللي احنا عندنا فيه شورتج 3 شهور اللي فاتوا، وشوف هنشتري بقى بكام وهنعمل ايه الفتره الجايه. دكتور مين؟ دكتور فرغلي، بعد اذنك عايزك بقى تمسك لي الحته بتاعه الاجهزه في الصيدليه، اجهزه الضغط والسكر، احنا خايبين فيها خالص. شويه انسايتس كده شفناهم ال3 شهور اللي فاتوا، هتذاكرها كويس وتيجي تشرحها لنا. ما انا عملتش حاجه، انا عمال ورا كده واقول لك يا باشا تاسكز. تعالى بقى فرغلي بتاع علم، يجلجل بقى وتعلمه، ويلا يا باشا ونطلع. خلي بالك يا فرغلي، تابع انت بقى بيع الاجهزه، عشان لو في فرصه بيعيه ولا حاجه وقعت من حد تقول له المفروض تتباع ازاي. يبقى انت فوضته بطريقه تفويض برضه هناخدها. فعندك القدره ان انت تفوض، فدي رابع حاجه. خامس حاجه فيرنس. هاني ده بيشرب معايا، يقعد معاه القهوه بس مقصر، سيف. ما بقبلش احمد ومش حبيبي، بس راجل مجتهد، مكافاه. الفكره العدل ده سبحان الله، يعني هي عارف يعني ايه الطبيعه البشريه. يعني مش ان احنا دايما بنحب الحاجه الكويسه، طبيعه نفس بشريه وشيطان حتى. ان انت هاني ده حبيبي وعلى نفس وما اقول له حاجه يقول لي حاضر ونعم وما بنجادلش يا عم وماشي معاه على نفس التراك. وعبد الرحمن ده يعني عايز كل حاجه بالتفاصيل، ده عايز يوم اجازه، ماشي يا عم هاني روح خد يوم اجازه. عبد الرحمن انا اسف يعني، انا والدتي تعبانه. انا مالي يا عم، ده شغل، ده شغل يا بيه. انا ليك كام رصيد اجازات؟ قول لي قبلها ب 87 ساعه يا عم. لا مفيش الكلام ده. ما هو هاني قال لك امبارح عايز يلعب ماتش كوره، قلت له خد اذن ساعتين. فكره العداله. وحرفيا هي برضو مش لا تعلم، هي في طبيعه البني ادم او الشخص، وعلى طبيعه حياته.